عليكم متابعيني. نجي شوي نحكي على نظام الدايت واساليب نظام الدايت وشلون اتعامل وياه حتى ابدي انزل من وزني واحصل على الجسم اللي انا اريده بالبيت. بس سووا لي حركه الاكسبلور والمتابعه حتى غيركم يستفاد من هذا الحساب. تعالوا خليني اشرح لكم واختصر لكم الموضوع وان شاء الله تستفادون من هالمعلومات البسيطه. نظام الدايت نظام حلو، وانا نظام الدايت بالنسبه لي شخصيا احسن من الصيام المتقطع ونظام الكيتو. راح تقولوا لي كابتن لا صيام المتقطع احسن، نظام الكيتو احسن، يعتمد على هيك يعتمد على هيك يعتمد على السعرات الحراريه. لا عزيزي، كل من وبكيفه. انا ما اجي اجبر الشخص انه لازم يتبع هاي الحميه. لا، انا نظام الدايت بالنسبه لي عالمي، نظام يخبل، ونظام اللي يفتهم واللي يريد ينزل وزنه يتبع نظام الدايت فقط، ما يروح لا على الصيام المتقطع ولا على نظام الكيتو. نظام الكيتو والصيام المتقطع 24 ساعة متعصب، و24 ساعة راسي يوجعني، وحارم نفسي من هواية اشياء اني احبها، وبالاخير اخرب كل شيء وافلج كل شيء وما استفاد شيء. هو صح راح ينزل الوزن بس يحكي لي روح سوي تحاليل بعض المضاعفات اللي عندك او عندك. نظام الدايت يعتمد على باليوم على 4 وجبات الى 5 وجبات اللي هي السناكات اللي بين الوجبات. اقعد الصبح من وقت اتريق، وراها وجبة سناك، وجبة الغداء وراها وجبة سناك، وجبة العشاء اتعشى من وقت وراها وجبة سناك، وبهيجي راح يبدي ينزل الوزن مالتي. وما اجي كل ساعة اصعد على الميزان، لا هذا الشيء خطأ. ولا اجي كل شوي اوقف قدام المراية، ها راح كرشي، ها نزل من صدري، ها ظهري، ها هيج ها هيج ها هيج. اذا انت كنت بالبيت قاعد ومسوي نظام مال دايت او انتي وما تتمرن، احسب حسابك لا تصعد على الميزان ولا توقف كل ساعة قدام المراية اذا ما تتمرن. واذا انت كنت تتمرن، لا، كل اسبوع تروح تصعد على الميزان او كل اسبوعين، وروح بين يوم روح باع بالمراية، وجيب فيتك الساعة قيس المحيط مال جسمي، الزنت، كتف، منطقة الصدر، الرجلين، الخصر. بهيك راح ابدي استفاد من نظام الدايت. تجون على الاكلات شنو هي؟ مثلا ما اجي اشرح لكم على نظام بيض السلق كله اي واحد يعرفها، حتى الطفل يعرفها. لا، نظام الدايت استخدم زيت الزيتون او دهن الحر، والاكلات اللي انت تحبها. شنو تحب الاكلات؟ عسى ما دولمه، ماعون صغير، ايش كم وحده، واهم شيء بيكم ما بيكم بالزلاطه، وبيكم ما بيكم الخل الاصلي، وبيكم ما بيكم بالزنجبيل، بيكم ما بيكم بالليمون، بيكم ما بيكم تشربون بالمي، بيكم ما بيكم، لان المي يساعد بنزول الوزن. وكل فتره اروح اشيك جسمي عند العفو اي اقرب مختبر، اشيك التحاليل مال جسمي، كل جسمي اشيكه كل شهر. بهيك راح ابدي استفاد من هذا النظام وما اكرهه، ولا تصير عنده مضاعفات، لا شعري ساقط، لا الوجه يذبل، لا اكو فقره. بنظام الدايت اول شغله يبدي يبين بيها هي الوجه، الدهون تقوم تبدي اول ما تبدي بالوجه، الوجه يقوم يبدي يضعف. هاي حطها ببالك، هاي اول يعني فقره، هاي مهمه. يعني مو معناها انه وجهي ضعف او ذبل شويه فلشت نظام الدايت كرهته، لا بالعكس، الوجه كل ما يضعف كل ما احلى للشخص، يبين اصغر. فهذا نظام الدايت. انا اختصرت لكم الموضوع من الاخير، وما حرمتكم من كل شيء، لا. شوي شوي اقطع الحلويات، شوي شوي اقطع المشروبات الغازيه، المشروبات بصوره عامه كلها اي مشروب اقطعه انت سوي بالبيت. الفاكهه من كل نوع شوي شوي، كرزات شويونه، الخبز احوله لا توست، التوست الاسمر او التوست الابيض، او خبز اسمر، وهمتين شيء قليل. الاكله اللي انت تحبها همتين على شيء قليل تاكلها بالبيت، حالك حال العائله، اقعد وياهم بس اكل قليل، كميات قليله. من الجوع تحس نفسك جوعان اشرب مي وليمون، تحس نفسك جوعان شويه مكسرات. اذا اشتهيت حلويات بالاسبوع مره تاكل شيء قليل. الاكل الجاهز من برا حاول الغيه من حياتك، خليها بالشهر مره، بيتزا همبرجر يعزمك احد، هاي على مود صحتك لا اكثر. طبعا احنا ايش حاطين بجيبنا؟ لا خليك تتجه لا على المنحفات ولا على هاي الامور ولا على عمليات التجميل. وان شاء الله تستفادون من هاي المعلومات، واذا واحد طبق هاي المعلومات راح يبدي ينزل الوزن مالته وصحته ترجع تمام. ف وقفة شغله لخ، اذا بيكم حيل تمارين بالبيت، حبل، درج،
امشي بالبيت، امشي سريع، اركض شناوات، هاي الامور. اللي ما عنده وقت يروح للجيم، انت وانتي. وان شاء الله وصلت لكم الفكره. التمارين تسووها باليوم 30 دقيقه 40 دقيقه، شويه شويه. اذا عندكم الام بالمفاصل تروح هاي الالام مرور الوقت، ما تظل. تمارين بسيطه، تمارين منزليه، حتى اذا اجي اكتب على اليوتيوب تمارين منزليه. تمارين تسووها باليوم 30 الى 40 دقيقه، بالاسبوع 4 مرات كلش كافي. وما اجي اصعد كل ساعه الميزان. هو هذا نظام الدايت الصح. يا ريت وصلت لكم المعلومات هاي البسيطه.